السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. طبعا صحينا بدري وكنت هنا بشرب مية علشان اخد العلاج. يعني المفروض ان احنا نشرب مية الصبح، يعني قبل الاكل بربع ساعة على الاقل. وطبعا اول ما بنصحى بنصلي طبعا ونقرأ الاذكار والورد القرآني. وبعد كده عملت فطار سريع. كانوا الولاد لسه نايمين في الوقت ده بيض مسلوق عادي خالص وفي التوست وده كان خاص. ممكن تفطري وتخرجي تتمشي شوية في ساعة الصبحية دي. الاستيقاظ مبكرا بيديكي طاقة، بتخلصي كل اللي وراكي الصبح. ما بتحسيش بالوقت بعد كده. هنعمل برضو فول. دي كان بيضة مسلوقة كده متبقية وضفتها مع البيض ده عادي. والفول اللي انا دمسته معاكم جميل جدا، يعني طعمه حلو قوي ومفيد، بيدي طاقة علشان عليه عدس وعليه فول. فطرنا منه، عملت لهم في الفطار منه طبعا. بعد ما خلصت كده البيض رشيت له رشة من الجبنة والفول اهو. حطيت على وشه زيت زيتون وطحينة، وطبعا لازم اي خضار كده جنب الفطار. عايزة واي جبنة عندك. عايزة اشكر بس حد من المتابعين بيشجعني دايما ويتابعني. بشكرك يا وليد. وجزاك الله خيرا على كل كلمة بتقولها وعلى تشجيعك ليا. وبشكر برضو ام ايهم. ما نحرمش منكم يا رب. وبشكر اي حد بيتابعني وبيشجعني، يعني وجزاكم الله بكل خير بتعملوه يا رب. كنت شارية اول مرة اشتري اللي هو الذرة الجاهزة دي. كنت شارية شوية حاجات للفطار، البيض واللبن، وكنت جايبة الحمص اللي هو المسلوق الجاهز ده بجيبه على طول. بس الذرة اول مرة جت. بعد الفطار بقى بساعتين 3 كده عملت فنجان قهوة. مش بشرب قهوة خالص بعد الفطار على طول ولا اي حاجة. الولاد قالوا عايزين شاي بلبن، وكان فيه كب كيك. الكب كيك ده طعمه تحفة، طعمه جميل. جربوه. قالوا لي هناخد الكب كيك مع الشاي بلبن. بعد كده بقى الشاورما اللي انا كنت عاملاها طلعتها وقلت هعملها لهم سندوتشات. يعني ايه، كل يوم عايز وكل يوم عايز تفكير. وطبعا احنا عارفين الولاد بتحب السندوتشات. هما كده السندوتشات البيتزا الحاجات دي اكتر. وكمان احنا في الصيف فالاكل بيكون متعب شوية مع الحر. بس احنا هنا عندنا الجو يعتبر حلو شوية، يعني مش حر قوي ولا يعني متوسط الحمد لله. في آية بقى بتقول إن الإنسان لربه لكنود. من هو الكنود؟ يعني إيه الكنود؟ الكنود هو الإنسان اللي بيعد المصائب وينسى نعم الله عليه. دايما فاكر الحاجات الوحشة. مش بيشكر ربنا أبدا. ناسي نعم ربنا اللي هي أساسا محوطاه، نعم ربنا اللي هو غرقان فيها، وبيفتكر الحاجة الوحشة. طب ليه نفتكر الحاجة الوحشة أو نعد دايما المصايب ونفتكر نعم ربنا؟ مثلا هحكي لكم حكاية. كان في أحد السلف كان أقرع الرأس، أبرص البدن، وأعمى العينين، ومشلول القدمين واليدين. مر به رجل عدى عليه فقال له مما عفاك. يعني بيسأله مما عفاك، انت أعمى وأبرص ومشلول وأقرع، فمما عافاك الله مثلا يعني. فقال ويحك يا رجل. فرد عليه الراجل اللي هو المريض ده وقال له جعل لي لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وبدنا على البلاء صابرا. شفتوا بقى يعني اللي بيحمد ربنا الفرق ما بين اللي ما بيحمدش ربنا على حاجة، والفرق ما بين اللي بيحمد ربنا. يعني قال له كفاية ان ربنا خلى لساني ذاكرا وشاكرا وقلبه شاكرا وبيحمد ربنا على البلاء اللي هو فيه. ونحن نتقلب في نعم الله بالليل والنهار، فهل ترانا شكرنا هذه النعم؟
قليل قوي اللي بيشكر النعم او بيفكر فيها، دايما بيبصوا لحاجات تانية او مش بيفتكروا النعم اللي هم فيها وبيركزوا في حاجات تانية خالص. دايما الانسان اللي ما بيحمدش ربنا بيفكر في الشيء الناقص. يعني سبحانك ربنا ما شكرناك حق شكرك، لك الحمد يا الله. الواحد مهما يشكر ربنا ومهما يحمده فبرضه مش هنوفي ربنا من حقه من الشكر بجد، لان احنا في نعم كتير. لازم نبص للنعم اللي احنا فيها، ما نفكرش في الحاجة اللي ناقصة. احنا في نعم كتير فعلا. ويعني وربنا لما يبتلينا نقول الحمد لله. يعني احنا مش هنيجي احسن من الانبياء والرسل اللي ربنا ابتلاهم اشد البلاء وكانوا رغم ذلك بيحمدوا ربنا. يعني اقرأوا كده قصص الانبياء وشوفوا قد ايه عانوا، وقد ايه شافوا من البلاء يعني. كانوا بيقولوا الحمد لله دايما. شوفوا الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني ولاده كلهم توفوا، أهله كلهم توفوا. يعني عاش يتيما، ولد يتيما وعاش يتيما. ف يعني احنا مين ولا احنا ايه نيجي جنب الناس العظيمة دي؟ فنحمد ربنا، احمدوا ربنا يا جماعة على العيشة اللي انتوا فيها. دايما تقولوا الحمد لله حتى لو انتوا فيكوا ايه، قولوا الحمد لله ولئن شكرتم لأزيدنكم. الحمد لله على كل حال يا رب. هنا بقى نرجع للسندوتشات. انا برش فيها جبنه كده علشان لو الاطفال بس يعرفوا يمسكوها، لان الجبنه بتخلي السندوتش يمسك في بعضه. اعذروني بقى لاني يعني انا بيظهر عندي برد فجاه كده من تغيير الجو، خصوصا لو يعني المناعه مش كويسه شويه. فالحمد لله دايما بقول الحمد لله والله على كل حال، وعلى كل حال انا فيه. دايما بقول احنا احسن من غيرنا الحمد لله. ربنا يجعلنا من الشاكرين والذاكرين والحامدين يا رب. بدهن الرغيف مايونيز. لو عندك كاتشب، انا ما كانش عندي كاتشب، بمشي نفسي بالحاجه اللي موجوده عندي، برش جبنه. انا حاولت كده ان انا يعني اعمل السندوتشات بافكار مختلفه زي ما هتشوفوا دلوقتي. بحب ان انا يعني ايه، دايما الاطفال بيحبوا بلفت انتباههم في موضوع الاكل ده علشان ياكلوا. يعني بنحاول كده نغير بس مش اكتر، لان في اطفال بتكون عنيدة في موضوع الاكل ده شوية. فبحاول ان انا اكون يعني سياسية على قد ما اقدر، يعني مش طول الوقت، يعني كل انسان له طاقة. ربنا يهديهم. رشة جبنة ورشة زيتون. لو عندك خيار مخلل عادي. البطاطس بتزود طبعا حجم السندوتش، يعني ايه كله في قلب بعض كده، بيشجع الاطفال ان هي تاكل. انا السندوتش ده كنت هعمله زي المربع كده مطبق، يعني طبقته كده يعني في قلب بعضه. قلت اما اجرب يعني الشكل ده، مش كل مرة نعمل الشكل اللي هو العشوائي سندوتش لف يعني. طبعا ما ننساش الشاورما اصلها سوري، وطبعا الشاورما السورية لا يعلى عليها. والتراكوة برضو تقريبا عندهم شاورما او حاجة زي بيقولوا على الشاورما كباب او تونر. بصراحة اكلهم برضو حلو قوي. التراكوة التراكوة هنا في اوروبا هنا فاتحين محلات يعني مطاعم. جبت التوستر ودهنتها رشة من الزيت وخدت السندوتشات في قلب التوستر. لازما العلامة بتاعة الشوي اللي احنا متعودين عليها دي بتسخن الرغيف وبتخلي الرغيف يعني يمسك في بعضه. لو عندك بقى اي خضار اي سلطة يعني اي حاجة، هجيب الرغيف ده هفتحه كده اعمله لفة اللي هي زي المثلث. قلت برضو اللفة دي بتخلي الحشوة متماسكة والاطفال يعرفوا يمسكوا السندوتش فيها كمان. ممكن تعمليها بطاطس بس، يعني في سندوتشات بتبقى بطاطس بس، زي بصوا سندوتش سوري يعني مش لازم يكون فراخ. لو عندك ده وعندك ده اعمليه. برضو هرش رشة من الجبنة وهقفله كده على بعضه زي اسمها زي الكريب، سندوتشات الكريب. كنت عامله معاكم يوم للكريب كده كان حلو قوي في التجهيزات تقريبا. بنحاول ننوع يعني، ده كله عشان ولادنا بس مش اكتر. وكمان بتكون حاجة اقتصادية. ففي وصفات اقتصادية كتير بتعملي على قدك انتي، بتمشي على قد بيتك وعلى قد مصروف زوجك وعلى قد ظروفك. ما تبصيش لحياة حد، دايما افتكري ان حياتك افضل من ناس كتير.
فنحمد ربنا على كل حاجة احنا فيها. كنت عايزة اقول لكم على حاجة برضو نعلمها لاولادنا، مبادئ العقيدة. مبادئ العقيدة اللي هي الاسئلة اللي بتتراوح في دماغ اطفالنا او في دماغنا احنا عموما. مثلا ما هو القرآن؟ نسأل أطفالنا نعلمهم ما هو القرآن، نقول لهم القرآن كلام الله. من الخالق؟ الله خالقنا وخالق الكون. من هو نبيك؟ نبي محمد صلى الله عليه وسلم. الأسئلة دي مهمة جدا. ما هي كلمة التوحيد؟ لا إله إلا الله. لماذا خلقنا الله؟ ده سؤال دايما يعني بيتراوح في دماغ البشر كلهم. خلقنا الله للعبادة، لعبادته. ما هو دينك؟ دين الإسلام. من هو ربك؟ ربي الله. ما هو كتابك؟ كتابي القرآن الكريم. بما تؤمن؟ بالله ورسوله وكتبه والقدر خيره وشره واليوم الآخر. ما هو عدوك؟ عدو الشيطان. ما عماد الدين؟ الصلاة. ثم الصلاة يعني بوصيكم وبوصي نفسي بالصلاة على أوقاتها. خلي بالك ولادك لما يشوفك منتظمة في صلاتك هيصلوا زيك، لما يشوفك بتقرأي الأذكار بتذكري الله كتير بتقرأي قرآن هيبقوا زيك بالظبط. فراقبي تصرفاتك وحافظي على تصرفاتك جدا، لان ولادك هيبقوا زيك. فحاولي دايما تكوني قدوة كويسة ليهم. تعلمهم حاجة تنفعهم ليهم وللزمن. طبعا الدين يعني ديننا هو اللي بيعلمنا الأخلاق وبيعلمنا كل حاجة. فاحنا كلنا محتاجين نكون أمهات صالحين. أم صالحة هو ده اللي انت محتاجاه واحنا محتاجينه، واحنا الحمد لله بفضل الله طبعا كلنا كويسين الحمد لله. فبنحاول نكون صالحين على قد ما نقدر علشان خاطر أولادنا. انت هتكوني ام كويسه هتفيدي ولادك على قد ما تقدري. كل ما بتعرفي في الدين وتقراي في الدين هتفيدي ولادك وتفيدي نفسك وتفيدي اللي حواليك علشان نكون فاهمين. خليكي مثقفه دينيا، يكون عندك معلومات دينيه بقدر المستطاع. لما يكون عندك وقت فراغ حاولي تعرفي حاجات أسئلة دينية، معلومات دينية، معلومات طبية. خلي عندك ثقافة في كل حاجة. ما هي القراءة برضو غذاء العقل، يعني زي ما القرآن غذاء الروح والبدن وغذاء النفس، القراءة غذاء للعقل. شغلي عقلك في القراءة والحاجة المفيدة وهتفيدي أولادك. كده بقى خلصنا السندوتشات وبحاول إن أنا أقدمها بشكل ملفت للانتباه او للنظر عشان نشجع الاولاد. كده بقى خلصنا السندوتشات ونبدا نقدمها بقى. لو عندك عصير، عندك اي حاجه يعني، كوكا كولا، بس انا مش بشتري كوكا كولا كتير ابدا، مش معوده ولادي عليها. بس كده خلصنا وده شكل السندوتشات في الاخر. يا رب يكون الشكل عجبكم او الفكره عجبتكم. كان العصير ده عصير خوخ تقريبا، بس ما كانش ليا، انا مش بشرب العصاير دي علشان بتكون تقيلة على المعدة شوية. كان عندي بقى اناناسة او اللي هي دي بس المرة دي ما كانتش حلوة قوي، كانت جامدة قوي. بس هي كانت مسكرة بس كانت جامدة، لان تقريبا كده هو في نهاية الموسم بتاعه تقريبا. فما ما كانش حلو، ما عجبنيش المرة دي خالص. قلت ما اقشرها كده واعملها في طبق قدام الولاد ياكلوا منها. المرة دي كانت جامدة. كنت انا جبتها معاكم قبل كده برضو في القناة، بس كانت في بداية الموسم بتاعها في عز الوقت بتاعها يعني. بس كانت طرية وحلوة. انما دلوقتي لقيتها ناشفة قوي يعني، مسكرة بس لقيتها ناشفة. وجعت لي ايدي كمان يعني وانا بقشرها كده، وجعت لي ايدي. خلاص بقى فاكهة الصيف خلاص ماشية، وداخلين على فواكه فصل الشتاء بقى زي البرتقال واليوسفي. فاكهة الصيف بتكون كتير اكتر من فاكهة الشتاء. قطعتها بقى شرايح برضو كانت ناشفة بس يعني مسكرة يعني حلوة بقى يعني. مش عارفة ممكن تتعمل عصير، لو كان ينفع تتعمل عصير كنت عملتها. ممكن تتعمل عصير بس انا كسلت بقى، انا ما صدقت على ما قشرتها كانت ايدي وجعتني. انا كنت مشغله فما صدقت ان انا خلصتها وصوتها يعني كان عامل ازعاج شويه. كنت بحاول ان انا اسجل الفيديو كده الصبح وما يكونش حد صاحي لسه يعني عشان الدوشه، بس الغساله قامت بالواجب يعني وكانت عامله صوت عالي.
خلصنا الطبق وكان في واحدة برقوق او واحدة خوخة. جبت بقى المقرمشات دي، قلت كده اما اعمل لهم قعدة حلوة كده. كان في لب وفي مقرمشات وفي الدانت اللي هي بالشوكولاتة دي. قلت بقى يعني ايه، الاولاد بيحبوا الحاجات اللي شكلها مغري. عملت لهم القعدة دي وقلت لهم دي سهرة بسيطة كده، بحاول ان انا ابسطهم بس مش اكتر. وكان الحمد لله يوم بسيط. ده يوم السبت، ايوه، لان هنا يوم السبت بيكون عندنا هنا اساسي اجازة. والحد برضو اخر النهار بقى كده ممكن تعملي حاجة دافية تشربيها تقعدي مع نفسك. طبعا الالعاب آه ما كانتش لسه اتلمت، بسيب ابني يلعب براحته خالص. مش بضغطه نفسيا، بقول له العب واعمل اللي انت عايزه، وفي الاخر تلاقي ينام من اللعب وخلاص على كده. كان قلت بقى اما اقرا شويه في الورد ودي الاذكار، وتشربي حاجه دافيه كده بقى وانت قاعده. المهم ان انا بعد شويه من الوقت ده قالوا لي عايزين نخرج. وخدتهم وخرجت شويه. هتشوفوا دلوقتي كان في عندنا حفله في المدينه اللي احنا فيها، بس ما قعدناش كتير يعني. طبعا هم ثقافتهم غير ثقافتنا، مختلفين عنا كمسلمين. خدتهم وديتهم الحديقة اللي هي الجاردينو، فيها مراجيح، فيها حاجات بسيطة قوي الحمد لله يعني. المهم ان هم يتبسطوا. ده بقى كنا مشينا في مكان تاني اللي كان فيه الحفلة، وفيه برضو اللي هي هناك دي مش عارفة دي ايه. ورحنا بقى جبت لهم حاجة ايس كريم وكان اليوم خلص على كده الحمد لله. يا رب ربنا يعدي ايامنا كلها على خير وبسعادة، وربنا يصلح الحال الجميع ويرزق الجميع بما يتمنى. وكده اليوم والروتين البسيط خلص. ده كان الجيلاتي، بيقولوا على الجيلاتي جيلاتي عادي، وجبنا وخلصنا والحمد لله. دمتم في رعاية الله وحفظه وأمانه. استنونا فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله.